يا اخي رغم ان انا بكره الشماتة بقبيل، بس بصراحة الموقف اللي انت حطيت نفسك فيه لا تجوز عليه الا الشماتة. بقى قبيل الراعي، واخد بالك؟ قبيل الراعي اللي كان له شنة ورنة تتدهور بيه الامور لدرجة انه يبقى مديون للبنوك، وكعب داير يا عيني يلف انه يلاقي حد يغيطه. يا حول الله مش لاقي. يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ما هو انت واخوك ورا كل اللي بيحصل لي ده يا موسى بيه. هو في احلى من كده يا عمي؟ خلينا نتشفى فيك شويه، يمكن تكفر شويه من الذنوب اللي عليك، عشان لما تقابل ربنا تقابله نضيف. اقعد يا بيه، اقعد يا بيه، اقول لك اقعد يا عمي، اقعد يا عمي، اقعد بقى، ما يبقاش عقلك صغير وتحرز زي العيال. شوف يا عمي، انت دلوقتي عامل زي اللي واقف لوحدك في صحراء عطشان وملحلح، واحنا اللي في ايدينا الميه. عايز تمد بوزك وتشرب اهلا وسهلا، مش عايز شوف حد يسقيك. لو كنتوا فاكرين ان انا محتاج لكم تبقى انتوا الاتنين غلطانين. انا الف مين يتمنى يقف في ظهر قبيل الراعي، واولهم رؤوف الديناري. لا، الكلام ده كان زمان قبل ما يطلق حبيبه. حبيبه اللي خليتها كانت هتموت روحها عشان تقرب منه. دلوقتي بقى هتعمل فيها ايه وهي مش طايقه تبص في وشه؟ وانت ايه اللي دخلك؟ دي حاجه تخصني انا وبنتي. بص الكلام، انا ونديم هنخش نشتري 49% من الاصول بتاعتك انت وابنك، وقصاد كده احنا شايلين الديون بتاعتك كلها مع البنوك. حصلنا كده ربحانه معاك. ايه اللي انت بتقوله ده يا موسى؟ الشركه بتاعتهم ما تسواش ولا مليم، وانا لو اعرف ان انا جاي عشان موضوع 49% ده ما كنتش جيت اصلا. الشركه بتاعتهم لو هنشتريها كامله 100%. ودي بقى مسرحيه هزليه بتمثلوها انتوا الاتنين عليا؟ لا يا عمي، احنا ممكن نقول لك مين اللي مثل المسرحيه ومثلها امتى. كان في واحد عامل انه زعلان على ابوه اللي مات، ودخل عليه وهو ميت وبصمه على كل املاكه عشان يسرق اخوه وولاد اخوه، وسابهم في الاخر في الشارع ملط بدون ولا مليم يشتغلوا اجاريه عند الخال. تعرف مين هو بطل المسرحيه يا عمي ولا اقول لك عليه؟ بصوا يا ولاد اخويا، طول ما الحكايه دي راكبه في دماغكم يبقى عمرنا ما هنتلم ولا هيكون لينا رجعه. وبعدين يعني الديون اللي عليا دي ملاليم جنب الاسهم اللي انتوا عايزينها. ملاليم 750 مليون وتقول ملاليم؟ بص يا عم أمين، احنا هنخش نشتري زي ما قلنا لك 49% وهنشيل بقيه الديون. ده الديل. يا تقبل يا تقبل، لان ما عندكش حل تالت. دورها في دماغك والحقها قبل ما تطير منك. تمام يا موسى، موافق. وما فيش سلام عليكم. بص يا موسى، انا ما رضيتش اكسر كلامك قدام قبيل الراعي، بس انا عايز اعرف انت بتعمل كده ليه؟ هنوصل للي انت عايزه واكتر، بس خليك معايا. يا موسى انت هتدفع له ديون متلتله ملهاش اخر. كنت عايز اكلمك كده في موضوع يخص راجل. قول، ما هي ناقصه. تكونش عايز تسلفه ده كمان؟ ما احنا بقينا صندوق النقد الدولي. اخوك راغب عيان بيموت. بيموت؟